السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما، ورجعت لكم تاني في فيديو جديد. والنهاردة هشرح لكم 5 نسخ جداد، نسخ مفاتيح عشان تقدر تجمع بيهم كاشات كتير، وعن تجربة يعني. وهوريكم دلوقتي الاكونت اللي انا كنت شغال بيه الفيديو الاخير، بعد ما ضفت فيه بتاع حوالي 1000 فريند. وهوريكم انا جمعت بيه كاشات قد ايه، وهوريكم دلوقتي ببعت منه قد ايه وبستلم قد ايه وكل ده. اول حاجه بس قبل ما نبدا، في هنا سحب في القناه بتاعه النسخ. ده سحب على نسختين مفاتيح باسم صورة الفايزين، زي ما حصل هنا بالظبط. انت كل اللي عليك يا باشا هتخش تشترك في القناه بتاعه النسخ، هتلاقيني سايب لك اللينك بتاعها في الديسكريبشن او في الوصف بتاع الفيديو، وهتدوس على المشاركه في المسابقه. وشكرا كده يا باشا، كده انت اشتركت، وباذن الله اول ما تكمل 30 مشترك هبدا السحب. وبإذن الله هيكسب معانا 2، وهيبقى ليهم نسخة مفاتيح أو نسخة طيران، أيا يكن هم هيختاروا إيه باسمهم وصورتهم وليهم هم. وبس كده يا صاحبي. والنهاردة الشرح بتاعنا هيكون عن ال5 نسخ دول اللي بينزلوا جنب بعض زي ما شرحت قبل كده. يعني عندك آخر 3 نسخ أنا نزلتهم، اللي هو يسري كيز 1 و2 و3، وكمان بينزلوا جنب نسخة الطيران بتاعتي وجنب نسخة برضو فاميليا اللي هي المفاتيح. ال5 نسخ بينزلوا جنب بعض عموما. وبس كده يا صاحبي، يلا بينا نخش في الشرح. قبل بس ما نخش في الشرح بتاعنا، في ناس بتواجه المشكلة اللي هي بتاعة التثبيت، اللي هي بالشكل ده، اللي هي بتاعة حماية جوجل بلاي أو البلاي ستور عموما، اللي هي دي. أول حاجة يا باشا احنا هنخشه على المور ديتيلز أو تفاصيل أكتر. هنلاقي هنا install anyway او التثبيت على اي حال، بندوسوا عليها وبيطلب مني الباسورد او البصمة او الفيس اي دي او. بعد ما بعمل كده تتثبت بالمنظر ده، وشكرا كده المشكلة اتحلت. لو ما اتحلتش تعالى بقى اقول لك الحل التاني. بنخش هنا على البلاي بروتكت، بنخش على الحتة دي وبنلاقي في هنا علامة السيتنج او الاعدادات، بندوس عليها وبنروح جايين موقفين اول واحدة هنا. وبعديها بيطلب منك الباسورد او الفيس اي دي او البصمة، وبتوقفها. وبعد ما تثبت النسخة ارجع شغلها تاني، عشان دي بتحمي التليفون بتاعك من الفيروسات واي برنامج فيه فيروس او. بس كده. وبعد ما تثبت النسخة ترجع تشغلها بالشكل الطبيعي، وشكرا. يلا بينا نخش بقى في شرح النسخ بتاعتنا. بص يا صاحبي، قبل ما نخش في الشرح بتاعنا، اولا كده هنفصل النت في الطريقة الطبيعية بتاعتنا ونخش على النسخة. ونشغل السرعة بتاعتنا. لو ما اشتغلتش زي ما احنا فاصلين النت بالظبط، نرجع نفتح النسخة تاني. نروح جايين مشغلين السرعة بتاعتنا. وتوضيح بس، السرعة في النسخة دي آخرها بالظبط 52. يعني انت خليها في 50 وهتلاقيها طلقة معاك وسريعة جدا، لأن هي مش بالزيادة، مش اللي هو انت تزود فانت خلاص انت كده هتلاقي النسخة بتطير معاك. هي ملهاش أي علاقة. هو عموما أدي أهو. أنا دلوقتي معايا 41 مفتاح، هستلمهم بالسرعة. طبعا النسخة اهي طلقة في استلام المفاتيح عامة، وطلقة كمان اللي انت تبعت منها المفاتيح، وبتبعت 50/50. وطبعا هقول لك على حل جميل ليها عشان تخليها تبعت كل المفاتيح على طول لوحدها من غير ما انت تفضل تدوس ارسال. بس ثانية استلم المفاتيح. عموما انا الاكونت ده اللي كنت مصور منه اخر فيديو، هو مفيش اي فرق، ب4000 كاش. وهوريك دلوقتي انا ضفت قد ايه فريند فيه، وكل يوم بستلم قد ايه فريند. وهبعت المفاتيح
وهقفل 10 دقايق بالساعة طبعا، اوريكم الساعة، وهرجع افتح ونشوفه انا وصل لك ايه مفاتيح. ثانية واحدة بس. الفيديو، لا الفيديو قدامكم اهو زي ما انا بعمله، بوقف بس الحتت المعينة اللي هي بيبقى فيها خصوصية مش اكتر. نبعت بس المفاتيح بتاعتنا. اول حاجة يا صاحبي هتلاقي هنا لا تسأل مجددا قبل ارسال الطلبات الى كذا و49 اخرين. دي بتعلمها علامة صح وبتعمل ارسال عموما، وهكذا وهكذا وهكذا. لازم تعمل علامة الصح دي عشان لما تيجي تبعت بعد كده مش هيطلب منك كلمة ارسال دي، هتلاقيه بيبعت تلقائيا. طبعا لحد دلوقتي بعت ل150، ادي 200. نسخة بتبعت لعدد لا محدود، كل الفريند اللي عندك اللي بيلعبوا لودو هيوصل لهم مفاتيح. وطبعا موضوع المفتاح مفتاح ده احسن بكتير طبعا، لان انت في النسخة الاصلية مش بتبعت كل المفاتيح، بتبعت 20 او 25% بس من المفاتيح لو انت عندك فريند كتير. فنسخ المفاتيح اللي زي كده اللي بتبعت 50-50 بتبقى احسن، اللي هي بتبعت المفاتيح كلها. انا دلوقتي داخل في بتاع 450 ولا حاجة. ده طبعا الاكونت الفيك بتاعي، وكده احنا خلصنا. ده الاكونت الفيك بتاعي عموما. انا كده بعت المفاتيح كلها، مفيش اي حد تاني هبعت له مفاتيح. طيب انا هوقف الفيديو دلوقتي 10 دقايق، يعني دلوقتي اهي و3 ونص، 43 دقيقة بالظبط هفتح تاني النسخة ونشوف انا وصل لي كام مفتاح. دلوقتي طبعا الساعة بقت اهي 4 إلا تلت، يعني عدى اقل كمان من 10 دقايق او تقريبا 10 دقايق. نفتح النسخة بتاعتنا. بس ثانية انا نسيت اشغل السرعة بس. نشغل السرعة عشان هنستلم المفاتيح دلوقتي. انت طول ما انت هتستلم المفاتيح محتاج ان انت تفصل النت قبل ما تخش على النسخة، غير كده انت مش محتاج السرعة في اي حاجة. بس كده نرجع نشغل النت بتاعنا تاني. طبعا عمال يظهر لي اشعارات اللي في ناس بعتت لي مفاتيح، ووصل لي في ال10 دقايق دول 27 مفتاح. يلا بينا نفتح. طبعا هسيب لكم الاكونت بتاعي في الديسكريبشن عشان لو عايزين تضيفوني عشان المفاتيح وكده. هسيب لكم الاكونت الاساسي، لان الفيك يعتبر بيلم مفاتيح، انا لم عليه سكة ال4000 دول، غير اللعب طبعا اللي انا بلعبه منه. وبس كده يا سيدي، هو دي كانت نسخة يسر الجديدة. طبعا انا هنا بستخدم في الشرح نسخة واحدة بس، انت ممكن تستخدم مثلا ال5 نسخ كلهم. نسخة تبعت منها المفاتيح وتصبر مثلا ساعتين، وبعديها تلم المفاتيح بتاعتك وترجع تبعت من نسخة تانية. هيوصل للناس مفاتيح تاني وهيبتدوا هم يبعتوا لك مفاتيح تاني. فانت لو مثلا عندك 2000 فريند وبعت من ال5 نسخ دول طول اليوم، ممكن تلم لك 3-4000 كاش يوميا بسبب ال5 نسخ دول. والخمس نسخ مساحتهم صغيرة جدا جدا. ال5 نسخ بعد التثبيت وبعد ما يحملوا النردات وبعد الحاجات دي كلها، 5 نسخ عاملين بالظبط بتاع ربع جيجا، يعني يعتبر نفس مساحة النسخة الأصلية اللي عندك. يعني انت يبقى عندك كأنهم نسختين أصليين، واحدة اللي هي الأصلية انت بتلعب منها، و5 نسخ مفاتيح تلم بيهم مفاتيحها عشان تقدر تلعب. انا الاكونت ده عامة بلعب بيه يعني كل فترة، كل ما بيبقى ليا مزاج العب بيه، عشان مثلا الاكونت بس ما فيهوش كاشات بخش احط عليه كوينز وبلعب بيه. فعشان كده انا برضو بصرف كاشات. لكن انا لو مش بصرف كاشات، او لو انا عامل الاكونت ده اللي هو يلم مفاتيح بس، انا الاكونت ده هجمع منه ياما. وانا يعتبر من اول النهارده هبتدي اللي هو اسيب الاكونت ده للمفاتيح فقط، وهنزل لكم فيديو جديد الاسبوع الجاي وهوريكم ال4000 دول وصلوا لكام. تمام.
وبس كده يا صاحبي، يبقى هو ده فيديو الشرح بتاعنا، واتمنى اكون فدتكم. وما تنساش تشترك في القناة عشان اي فيديو جديد يوصل لك، وفعل زر الجرس، وهتلاقي لينك القناة بتاعت التليجرام اللي فيها كل النسخ بتاعتنا، واللي نزل عليها الرولت، وكل حاجة جديدة هتنزل عن القناة بتاعت التليجرام. متنساش تشترك فيها. وبس كده يا صديقي، اشوفك في فيديو جديد. سلام.